ليش التكبر في أمور ليست من صنعك وتعبك، أو أمور تربيت عليها أو نشأت وجدتها أمامك وتفتخر بها كأنها من ناتج عملك أو لك يد فيها لنجاحك؟ مين قال إنه معرفتك للغة أخرى تجعل منك مثقف؟ تذكر أطفال ينشأون يتكلمون بنفس اللغة لا يجعلهم أذكياء، إنها لغتهم الأم. من قال إنك غني ومعك المال وكل شيء متاح لك بمجرد إنك ولدت بعائلة غنية، وتكبر على الناس بمال لم تتعب فيه، وتعرف نفسك بالماديات لتتميز عن الآخرين. من قال إنك من عائلة معروفة لها أي أفضلية ترى الناس باحتقار لشيء أنت لا يد لك فيه مجرد ولدت تحت هذه العائلة؟ من أنت مجرد عندك سيارة من أغلى الأنواع تستحقر الناس بالشارع وتخالف القوانين وهي مجرد أقساط من بنك؟ من أنت تفكر أنك أذكى من الجميع مجرد اقتناعك أنك دائما على حق من نرجسيتك؟ كل الناس تستحق المعاملة بعدل والأخلاق والتواضع من أهم الصفات التي ترفع قدرك بينهم. ليست الحياة غابة تحتاج أن تكون وحشا لتعيش. الأخلاق والرحمة والتواضع صفات نحتاجها لنعيش الحياة الاجتماعية والإنسانية. كن متواضعا، فأنت إنسان ضعيف يمكن أن تسقط بأصغر مخلوقات الله، وكل تكبرك لن يفيدك فقط، سوف تتذكر كيف أثرت وآذيت الناس من حولك وكسبت فقط منهم كراهيتهم وسخطهم.